بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت يا جماعة قبل ما أدخل في موضوع الحلقة حضراتكم تدعموني بالمشاركة على قناتي على اليوتيوب انجكشن إلى عالمي. طبعا أنا هكلم حضراتكم النهاردة على الفريق اللي هو بيقدم كرة عالمية بقاله الموسم ده موسم 2024 ألا وهو باير ليفركوزن. الفكرة النهارده يا جماعة في الكرة اللي بيلعبها باير ليفركوزن كرة مش هتلاقوها في كل الفرق، وخصوصا إن اللعيبة ديت لعيبه مش مشهوره. وطبعا قدر ان هو شابي الونسو يقدر يجمع الفريق وقدر يعمل مباريات قويه، قدر ان هو لحد دلوقتي ما يخسرش ولا ماتش. طبعا انا بقول شابوه شابي الونسو، بس الفكره كلها او اللي خلاني اعمل الفيديو ان في حاجه اللي الناس طلعت اتكلمت وقالت لك ان ريال مدريد كان بيفاوض شابي الونسو والليفر برضه بعد رحيل يورجن كلوب. الفكره يا جماعه ان النهارده اللعيبه اللي عامله طفره في باير ليفركوزن لعيبه شابي الونسو بالبلدي بيسيطر عليها. لو في نجوم مثلا في اي فرقه شابي الونسو هيروح لها هيبقى صعب التعامل معاهم، خصوصا ان هو حديث العهد. فدي حاجه انا كنت حابب انني انوه عليها او اتكلم فيها او اوضح فيها وجهه النظر للناس. مش كل مدرب هينجح مع فريق مغمور هيقدر يعمل طفره في فريق كبير، خصوصا زي الريال وزي ليفربول. ده من وجهه نظر متواضعه، وحضراتكم برضو يمكن انتوا شايفين حاجه ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. الفكره كلها او ان النهارده اللي احنا بنشوف الكره اللي احنا بنشوفها الكره اللي هي ممتعه، والكور اللي على الارض والبساط اللي بسرعه والنقلات السريعه واللعيبه اللي هي صغيره في السن، ده انت مش هتشوفها في كل الفرق، لان طبعا اللعيبه دي عندها نشوه لسه في كره القدم. فهي بتبذل قصارى جهدها عشان تقدر انها تعمل ماتشات زي ما انتوا حضراتكم شفتم. وشفتوا مباريات امبارح، مباراه روما من امتع المباريات اللي انا شفتها، وخصوصا الكره الحديثه اللي انت بتشوفها، التمريرات الكتيره اللي على الارض والاستحواذ والوقفه والانسجام بين اللعيبه وبعضها والهارموني، الكيمياء بين المدرب وبين اللعيبه مش هتشوفها في كل الفرق. انا بقول شابول شابي الونسو، بس الفكره اللي انا خلتني ان انا اعمل فيديو ان انا بقول مش اي مدرب هينجح في نادي مغمور او نادي مثلا لسه بيكون لعيبه هيقدر ينجح مع اي فريق، خصوصا الانديه اللي مثلا زي ريال مدريد وزي الليفر ومانشستر او الكلام ده كله، او بايرن ميونخ. اي فرقه بتنافس ولها رصيد في دوري ابطال اوروبا، مش اي مدرب مثلا هيبقى لسه بادئ لسه في البدايه وهيقدر ان هو ينجح مع الفرق دي. طبعا لان انا بقول السيطره على النجوم ديت بتبقى صعبه وصعبه جدا. اتمنى ان موضوع الحلقه يكون نال اعجاب حضراتكم. ما تنسوش حضراتكم تدعموني وتشاركوا على قناتي على اليوتيوب، وما تنسوش كلمه السر انجكشن مستمر. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.